كل ده كتبته ولا يستطيع واحد في الموسكو ينكره، لأنه في وفد مصري كان موجود قاعد مع عبد الناصر وأحياء، وفي وفد سوفيتي كان موجود أيضا مع القادة ومع عبد الناصر. رفضوا مع عبد الناصر لا معاهدة ولا حلف، حتى قال لهم عشان تطمنوا حلف بس ادوني الأسلحة اللي أعمل معركتي بيها، لأنه لا نقبل المذلة والمهانة اللي احنا فيها. رفضوا. وكانت الحكاية المشهورة اللي برضو ما يقدروش ينكروها، ان عبد الناصر قبل مبادرة روجرز على ترابيزة الكرملين امام القادة الثلاثة، وقال لهم بقبل مبادرة روجرز الان. في الوقت اللي انا هنا كنت رئيس اللجنة السياسية في الاتحاد الاشتراكي، جماعة اللجنة خدنا توصية برفض مبادرة روجرز. يا ولادي بتعرفوش التاريخ ولا ايه؟ ولا ما سمعتونيش؟ ولا ما بتقروش؟ ولا بتروح لكم الاخبار من جانب واحد ولا ايه؟ انا بعلن الكلام ده قدام وسائل الاعلام وللدنيا كلها، واللي عنده اعتراض يجي يقول لي يصحح. قبل عبد الناصر مبادرة روجرز على ترابيزة الكرملين، وقام بريجنيف قدامه في الترابيزة منفعل، وقال له ازاي تقبل ده؟ قال له انا اقبل اي شيء بعد اللي بتعملوه فيا ده.